انا ان الناس بتسال اسئله هي مش انا عايز مسقه كوكتيل. طب كم ملي؟ يقول لي مش عارف. فلاحظت الموضوع ده منتشر شويه، الناس مش عارفه ايه الفرق بين المسائي او المسقه دي بكم ملي، والمسقه دي بتستخدم لايه، والمسقه دي بتاعت ايه. فاحنا النهارده معانا المسائي كلها، وهنتكلم على كل مسقه واستخداماتها وكام ملي. المهم المفروض ان انت تحفظ المسقه دي كام ملي، دي مهمه قوي. لان الكام ملي دوت انت بتحدد عليه اذا كنت بتدي علاج، بتدي فيتامين، بتدي حاجات زي كده. فموضوع كام ملي دي مهمه جدا جدا جدا. المنتجات دي كلها بتاعت شركه غزاله مزرعه الجندي، موزع معتمد لشركه غزاله. احنا عندنا اول حاجه اصغر مقاس في المسقه. المسقه دي 30 ملي. احنا بنستخدم دايما المسقه دي للادويه. المفروض انت في مكان تربيتك المفروض يكون عندك 2 3. ليه؟ لان ممكن يكون العصفور فيه عنده مرض، فانت حابب تحط ادويه، فلازم تعرف دي كام ملي عشان احط نقط الادويه عليه. فبيجي يقول لك مثلا البيطري اللي بيدي لك الدواء بيقول لك حط 5 نقط على المسقه ويسكت. طب احط الخمس نقط دي على المسقه ال 30 ولا المسقه ال 300 ولا المسقه ال 150؟ ما انا هو لو قال لي حط 5 نقط وحطيته على المسقه ال 400 بقى زي قلته، لان بقى تركيزه ضعيف جدا على المسقه ال 400 ملي. فالمفروض وهو بيديني الدواء اقول له احط الخمس نقط دول على كام ملي. طيب المسائي عندي دي 30 ملي، دي بتاعه ادويه، دي من النوعيه اللي هي الباغ. ففي ناس ما بتحبش المسقه الباغ، بتقول لك لما بتقع بتتكسر. فانا المفروض اعرف المسائي دي مسقه 30 ملي بستخدمها للادويه. شايفين مقاسها قد ايه؟ 30 ملي بنفس اهي 30 ملي. طيب المسقه اللي بعديها وبتستخدم برضو للادويه، المسقه ال 50 ملي. لو احنا جينا بصينا كده 30 ملي والثانيه دي 50 ملي، الاثنين دول بيستخدموا للادويه. ومعظم هواة الكناريا بيحبوا يستخدموا المقاسين الصغيرين دول. اتفضل. بيحبوا يستخدموا المقاسين الصغيرين دول. فانا عندي مسقه 30 ملي للادويه ومسقه 50 ملي للادويه. دول بيستخدموا للادويه، وهواة الكناريا معظمهم بيستخدموها. طيب المقاس اللي بعد منه كده 30 50. انا هسال نركز. بعد كده عندي المسقه ال 100 ملي. لو انا قارنتها هي نفس السمك، نفس القطر بتاع ال 50 بس اطول شويه. بعد كده عندي اهو ادي ال 50 وادي ال 100، هي نفس القطر بتاعت ال 50 بس ال 100. طيب انا جه البيطري اداني دواء وقال لي حط 5 نقط على المسقه ال 50، وانا ما عنديش مسقه 50، فممكن املى نص المسقه دي ميه اصبحت ان هي 50. تمام. طيب دي بتستخدم لايه؟ انا دي بستخدمها برضو للكناريا والزبره، وخصوصا في الصيف الطيور دايما بتحتاج ميه اكتر شويه، فبحاول احط مسقه تكون اكبر من اللي الطير عايزها. كده دي ال 100. طيب بعد كده عندنا ال 150، دي 150 ملي. ال 150 ملي دي بتستخدم للطيور الاسترالي، يعني دايما احطها للاسترالي خصوصا في الصيف عشان الجو يبقى حر شويه. المسائي كلها المفروض ان انا كل يوم لازم اغير الميه اللي فيها، كل يوم لازم اغير الميه اللي موجوده في المسقه، تمنع تكون طحالب وتكون البكتيريا اللي موجوده جوه المسقه. يبقى المسقه ال 150 دي بحطها للايه؟ للاسترالي. طب المسقه ال 100 انا مش سامع غير الصف اللي قدامي، الصف اللي ورا سامع؟ ماشي تمام. بعد كده عندي المسقه ال 300 ملي. المسائي من بعد ما بتكبر ال 300 من بعد ال 150 بتنزل معاها حلقه عشان تمسك لي المسقه، عشان تقلها ما يقعش لورا وتقع مني. طيب ال 300 ملي دي استخدمها لايه بعد الاسترالي؟ يبقى ال 300 ملي دي استخدمها للروز. انا مش سامع، انا اللي ورا مش سامعين، مش سامع منهم حاجه. ال 300 ملي لايه؟ تمام. نفس الحكايه لو البيطري قال لي حط 5 نقط على المسقه ال 50 ملي وانا ما عنديش 50 ملي، يبقى انا هحط على ال 50 ملي الكعب الصغير دوت. كده عندي 50 ملي. بس طبعا ده مش صح، انا المفروض يكون عندي 4 5 مسقه 50 ملي، ده المفروض، يعني ده المفروض الصح. طيب اللي بعد كده عندي 400 ملي. استعملها لايه؟ بستعملها للكوكتيل. الدره بتشتغل معايا، بس المشكله ان الدره شرهه شويه لتكسير الحاجات، فدايما بتاكل الحته من هنا. هتشتغل معايا. فانا ال 400 مللي دي بستخدمها
للحاجات اللي هي ايه الكوكتيل، الكونيورات اللي هي الكونيور الجرين شيك الصغير، وتشتغل للضره. بس هغيرها كل فتره، يعني اعتبرها 10 ايام وهتبوظ، هياكل لك الحرف بتاع الشفه ديت. يبقى انا عندي المسائي ترتيبهم ايه؟ 30 50 150 300 400. حلو قوي. طيب ال 100 مللي بتستخدم ليه؟ الاسترالي. حلو قوي. ال 100 مللي الاسترالي. لا المية مللي للخبره. مالكش هديه. ماشي. ال 100 مللي ليه؟ تمام. المسائي دي اول حاجه لازم كل يوم الميه تتغير كويس جدا، ده لازم صيف او شتاء. تاني حاجه لازم ان انا في فرش بتتباع انضف بيها المسقه من جوه، دي ممكن كل اسبوع اعمل الموضوع بتاع الفرشه دوت. زائد يحبذ ان انا احط مع الميه احط نقطتين خل تفاح. لو انا حطيت خل التفاح ده اولا بينشط الطير شويه، بيساعده على ان هو يتحرك شويه. خل التفاح عموما للبشر حلو مش وحش.